كل الناس كانت متخيله ان ده فريق الاحلام. الحقيقه بعد مباراه الاهلي وبيراميدز واللي انتهت الحقيقه بفوز بيراميدز، الكل زي ما قلت لكم قبل كده، وكنت بتكلم من اول ما تم الاعلان عن المدير الفني الجديد ريبيرو النادي الاهلي، وانا كان عندي كل الاعتراض على المدرب ده. اولا ما فيش سي في، ما دربش غير 6 سنين في حياته. الفرق اللي دربها هي فرق صغيره جدا. الفريق الوحيد هو الكبير اللي دربه هو اورلاندو بايرتس، ايا كان بقى الفريق واسمه هناك في جنوب افريقيا، لكن ده فريق يعني موجود في الدوري الجنوب افريقي، وده دوري مش بنفس قوه الحقيقه الدوري المصري برضو. الحقيقه مجلس اداره النادي الاهلي يتحمل وجود الراجل ده واختيار الراجل ده، اولا كمان عشان سعره، لان يا جماعه الحقيقه اولا لما مدرب يكون بياخد 40,000 دولار هناك في جنوب افريقيا ولا 50,000 دولار ويجي هنا ياخد 120,000 دولار ده او 140,000 دولار كمان، ده حاجه طبعا يتحملها مجلس الاداره. الحقيقه كل الناس كانت متخيله ان ده فريق الاحلام من خلال اسماء اللعيبه ومن خلال امكانيات اللعيبه، لكن الحقيقه ما طلعش فريق احلام، هو احلام بس في الدنيا الخاصه الاحلام فعلا. ان النادي الاهلي ولاعيبته الحقيقه ما عملوش اي حاجه لغايه دلوقتي تقول ان ده فريق الاحلام للجمهور ولا احلام البطولات، لان بالمنظر ده النادي الاهلي ولاعيبته مش هيعملوا حاجه السنه دي بالشكل ده، بالروح دي، بالامكانيات دي. لازم يحصل تغييره وقعده من كابتن محمود الخطيب الحقيقه مع اللعيبه. تغيير المدرب بسرعه دي مهمه جدا جدا جدا، لان ده لو ما حصلش زي ما انتم شفتوا كده امبارح، مفيش روح، مفيش جمله، مفيش اداء، مفيش شغف، مفيش فكره المكسب موجوده عندهم. فبالتالي مش ده النادي الاهلي، مش دي لعيبه النادي الاهلي، مش ده اداء النادي الاهلي. جمهور الاهلي عنده كل الحق في اللي قاله امبارح او اللي قاله النهارده في الملعب. مفيش دم، مفيش تعامل مع كل كره مشتركه. فرقه بيراميدز هي اللي بتكسب. كل التقدير لفريق بيراميدز اللي ناقص كتير كتير عن السنه اللي فاتت. النهارده في الملعب عندك رمضان صبحي مش موجود، الشيبي مش موجود، مصطفى فتحي مش موجود. لو ضفنا ابراهيم عادل واحد من اللعيبه اللي كانوا جامدين والسنه اللي فاتت موجودين مش موجود. فبالتالي فريق البيراميدز كان او النهارده اضعف من النادي الاهلي اللي اضاف لعيبه اكتر من السنه اللي فاتت، فقوته اكبر بكتير النهارده من بيراميدز، ولكن ما ظهرش باي حاجه. ايا كان اللي انا بقوله ان النهارده مجلس اداره النادي الاهلي لازم سريعا ياخد موقف وياخد خطوات سريعه في تصحيح الامور الخاصه بالفريق، وقعده مع اللعيبه. الحقيقه دي مهمه جدا جدا جدا. يعني القعده مع اللعيبه لو ما حصلتش هتبقى مشكله كبيره، اللعيبه هتفضل زي ما هي. فالحقيقه الواحد زعلان جدا على اداء النادي الاهلي كاهلاوي. قبل ما احنا بنحلل فني فشكل الفريق مش في احسن حالاته. ننتظر الحقيقه من مجلس اداره النادي الاهلي واداره النادي الاهلي متمثله في الكابتن الخطيب انه يتعامل مع الموقف سريعا.